السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. اليوم غادي نوجد معكم شباكيه بطريقتي. المهم البنات، المقادير هنايا عندي 3 كيلو تاع الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات كيبقى اختياري نتوما وشنو شحال بغيتو. اللي بغى يدير كيلو، جوج، 3. المهم انا بغيت ندير 3 كيلو ديال الدقيق، مضاعف الكميه. درت معها هنايا 6 الكيسان ديال الجنجلان اللي حمرتهم، صهدتهم وحمرتهم وطحنتهم. وغندير هنايا 2 معالق كبار ديال القرفه عامرين. وغندير هنايا عندي النافع وحبه حلاوه اللي صهدتهم وطحنتهم وغربلتهم مزيان. غندير 6 المعالق حساب معلقه في الكيلو. البنات غنزيد 2 خمارات حمراء ديال الحلوى. من بعد ما غربلتو غادي ندير دابا القياس ديال الزيت. غندير نص زلافه ديال زيت لوسيور مع نص زلافه ديال زيت العود. الزلافه الاولى مع انا عندي 3 كيلو ديال الدقيق. غندير زلافونس ما بين زيت لوسيور وزيت العود. غادي نزيد النص الثاني. وعندي هنايا البنات الزبده اللي ذوبتها قبل مزيان حتى حيد منها اللبن. غادي ندير زلافه ونص ديال الزبده تكون ماركه مزيانه. صافي البنات، غنبدا دابا نخلط في الزبده والدقيق. خاصها تخلط مزيان. بسبسوها في الدقيق، الزبده والزيت. صافي البنات، من بعد ما بسبستها مزيان بهذا الشكل هذا، شوفوا راه الزبده والزيت دخلوا مزيان في الدقيق. غنزيد هنايا عندي 2 صفار ديال البيض. هذا البيض البنات هو اللي كيعطي التعليكه، كتجي معلكه. وعندي هنايا كاس تاع العنبه مع مرش ديال الخل اكثر من نص كاس. وعندي هنايا المزهر وضامه ديال الزعفران، هي باش غادي نعجن العجينه. المهم الا بقات ناقصاني شي حاجه انا غادي نزيد الماء. البنات صافي من بعد ما عجنتها كتجي على هذا الشكل هذا. المهم درت فيها 2 كيسان 2 قراعي ديال المزهر وسميتو واللي كملت بالماء. يعني اذا كان عندكم الزهر بزيت ممكن ديروا 2 قراعي ونص ولا 3 قراعي ديال المزهر. المهم انا كانوا عندي غير 2 قراعي، درت 2 قراعي وكملت بالماء كتجي على هذا الشكل هذا. المهم انا ما دلكتهاش غير جمعتها صافي وغادي نبدا نورق فيها. هو سر النجاح ديالها هو انها ترقق باش تجي مزيانه. صافي المهم غنبداو نورقوا فيها دابا. من بعد ما دوزتها في الماكينه كتجي رقيقه على هكا. تقدروا ترققوا اكثر من هكا. صافي غادي نحيدوا لها الجنيبات. صافي كنبداو نديروا 4 خطوطه والخامس نقطعوا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. صافي كنحيدوا هاد الجنيبات كنحتفظوا بهم نديروا في بلاصتيك باش ما ينشفوش. صافي كنبداو نشبكوا. بالنسبه لبنات الشباك انا كندير كنشد هكا 4 الشرائط. كنديروا سميتو كنهزوا الشريط الاول كنحطوا الشريط الثاني كنهزوا الشريط الثالث كنهزوا الشريط الاول وكنخلي نحطوا الثاني وكنهزوا الثالث وكنخليو الرابع وكنهزوا الخامس.
صافي. وكنشدوا هاد جوج قنيطات هادو اللي هنايا صافي، وكنضربوه نقلبوا هذا الثاني كنقلبوه في الاول، وكنقلبوا الثالث فوق من الثاني صافي، وكنجبدو بحال هكا بحال هكا التشبيكه كتجي. كنحلها من هكا من هاد البلايص، كنقطعوا هاد البلايص اللي زايدين صافي، كتجي على الشكل هذا. نخدم معكم الثانيه باش نوريكم. نبدا معكم التشباك. كتشدوا بحال هكا فيها 4 شرائط، كتهزوا الاول وكتخليو الثاني، وكتهزوا الثالث وكتخليو الرابع. كتهزوا المهم 3 شرائط كيديروا من الفوق وجوج كيجيو من التحت بحال هكا صافي. وكتشدوا هاد جوج الرويسات وكتقطعوهم بحال هكا صافي، وكتقلبوا هاد الشريط كتقلبوه فوق من هادي، وهاد الشريط الثاني كتقلبوه، الشريط الثالث كتقلبوه فوق الشريط الثاني صافي، وكديروا بحال هكا. كتقرصوا هاد الجنيبات صافي، كتجي على هاد الشكل هذا. الطريقه ديال التشباك اسهل طريقه ممكن تجربوا بها. نخدم معكم الثاني. البنات انا ساليت من التشباك، المهم هي الطريقه ديال التشباك كيفاش كتطلع مزيانه. صافي البنات، من بعد ما طابت غادي نحيدها، قطره من الزيت نحطها مباشره في العسل. صافي باش ندخلها وسط العسل مزيان. صافي غادي نخليها تشرب مزيان العسل، غادي ندوز ندير الرميه الثانيه. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي وجدت معكم. كتجي على هذا الشكل هذا من بعد ما قليتها وغطستها في العسل صافي، ودبست العجينه من الفوق. ها نتوما البنات كيفاش كتجي، صراحه كتجي ناجحه 100%. ها هي كتجي رطبه وفي نفس الوقت معلكه وكتذوب في الفم. ها هي البنات صراحه النتيجه خطيره بالنسبه للشباكيه اللي كنوجد، وبهذه المقادير اللي عطيتكم، بطريقه التشبيك اللي عطيتكم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.